مفاجأة وجديد في مصير علي معلول بعد إصابة يحيى عطية الله أمام نادي سموحة. في الحقيقة كده جديد إن علي معلول ممكن يتأيد، وده بعد الإصابة القوية اللي اتعرض ليها يحيى عطية الله في مباراة الأهلي وسموحة امبارح. عطية الله اللي اتعرض لإصابة في وشه، وطبعا بعدها اتنقل للمستشفى، وطلع الدكتور أحمد جبلة وقال إن عطية الله هيتحجز في المستشفى، وطبعا الإصابة هي عبارة عن شرخ في عظمة الوش. وفي الحقيقة كده الإصابة دي بتبقى قوية جدا، وبيقعد اللاعب فيها من 5 أسابيع ل6 أسابيع، يعني بتتكلم في حوالي شهر ونص. ومن هنا هيكون الباك ليفت الأساسي للنادي الأهلي، وده طبعا في حال عدم قيد علي معلول هيكون كريم الدبيس، ولكن كولر مش على قناعة كاملة بكريم الدبيس. ومن هنا بدأت الأقاويل والآراء تنتشر داخل مجلس الإدارة في النادي الأهلي وداخل لجنة التخطيط، وفي عقل كولر والمدربين المساعدين، وهي تأييد علي معلول كباك ليفت علشان طبعا يلعب في مكانه الاساسي ويكون بديل قوي ليحيى عطية الله. ولان النادي الاهلي في اي وقت من الاوقات خلال الموسم ممكن يتعرض يحيى عطية الله للاصابة، وده طبعا بعيد عن الاصابة الحالية ليه، ممكن يتعرض في اي وقت للاصابة. ومن هنا النادي الاهلي هيكون في ازمة كبيرة جدا، وهو الاعتماد على كريم الدبيس اللي غير جدير بالثقة بالنسبة لكولر. ففي الحقيقة كده الجديد في مصير معلول هيفرح كل الجمهور الاهلاوي. تفتكر انت بقى، هل كولر فعلا هيأيد معلول وده القرار الصح ولا لأ؟